بعد 12 سنة جواز مراتي قالت لي فجأة وهي بتبص لي بهدوء: عايزاك تخرج تتعشى النهارده مع واحدة تانية. استغربت كلامها كده وقلت لها ايه الكلام ده، بس كملت وقالت لي في واحدة بتحبك اكتر مني وتستحق منك سهرة لوحدها. هي وقتها كانت تقصد امي اللي اترملت من 19 سنة، ومع دوامة الشغل والحياة والولاد نسيت اخر مرة اتعشينا سوا من امتى. في نفس الليلة دي رفعت التليفون واتصلت بيها، قلت لها يا ماما تحبي نخرج نتعشى سوا ونتفرج على فيلم؟ سكتت شوية كده وبعدين قالت لي بخوف: في حاجة انت ومراتك تمام؟ ضحكت وقلت لها تمام يا امي، بس وحشتيني وعايزة اقضي معاكي شوية وقت. ردت كده وهي فرحانة وقالت لي كنت بتمنى ده من زمان. يوم الجمعة رحت عشان اجيبها، كانت واقفة في البلكونة لابسة فستان قديم من ايام جوازها، حاطة نفس البرفان اللي كنت بشمه وانا طفل. ولما ركبت العربية قالت لي وهي بتضحك: قلت لصحباتي اني خارجة في ميعاد مع ابني، اتجننوا من الغير. بيقول فضلنا نضحك طول الطريق ورحنا مطعم كده صغير وبسيط. قرت لها المنيو عشان نظرها ضعف، فقالت لي بابتسامة كلها حنية: غريب، انا اللي كنت بقرا لك المنيو زمان. قلت لها النهارده دوري ان انا ارد الجميل. بيقول اتكلمنا كتير عن ابويا، عن ايام زمان، عن كل حاجة فاتت بسرعة. نسينا الفيلم، نسينا الوقت، بس كنا عايشين لحظة لا يمكن تتعوض. لما وصلتها البيت قالت لي وهي نازلة: المرة الجاية انا اللي هدفع. قلت لها ماشي يا ستي اتفقنا. بس المرة الجاية ما جاتش. بعد كام اسبوع امي راحت لربنا بهدوء زي ما كانت دايما، وبعد اسبوع وصلني ظرف بخط ايدها مكتوب فيه: لاغلى عشا في حياتي. جواه كلمتين بس: شكرا انك فاكرني. ما تستناش الوقت يعدي، روح دلوقتي وافطر او اتعشى مع اللي بتحبوها قبل ما اللحظة تبقى ذكرى وتندم في وقت ما ينفعش فيه الندم.